انا حذرتك، ابعد علي عن اللي بينا، والا مفيش مخلوق هينجد رقبتك من ايديا يا اخويا. الدرجة دي يا مصطفى؟ بعد حرق الزرع مفيش جيرة، اتقي شر احسن. افتكر ان علي كبير بما فيه الكفاية عشان يعرف مصلحته فين. انت لو بتحبه صحيح لازم تساعده انه يبني مستقبله، مش تصدر له افكار جدك اللي مات من يجي. وجدك انت كمان ولا نسيت؟ انما معلش، البطن قلابة. خلى حد من السواقين يوصل الحاج مصطفى للمكان اللي هو عاوزه. شرفت وانست يا حاج. يا رشا، عملت اللي قلت لك عليه؟ بصراحة يا فتحي أنا وطي حسك. ثم ايه فتحي دي؟ احنا في المكتب، حد يسمعنا تبقى مصيبة. طب تحب تيجي ونتكلم على راحتنا في البيت عندي؟ مش هينفع خالص اللي من دول يا رشا، الجو متكهرب وفي حاجات مش مطمناني خالص. فتحي انت بقالك أكتر من 3 أسابيع بعيد عني خالص، اوعى تكون ناوي تغدر بيا. هو انا ناقصك يا رشا؟ بحذرك يا فتحي. يا حبيبتي يا روح قلبي، انت عارفة غلاوتك عندي، يبقى ايه لازمته الكلام ده؟ بس المهم عملتي ايه؟ مش قبل ما توعدني انك تيجي تزورني في البيت قريب؟ اوعدك يا ستي. ها هتكلمي بقى؟ واسبقك على البيت دلوقتي؟ حاضر هتكلمي يا رشا. كل حاجة زي ما انت عاوزها بالظبط، والناس بره ادولك الضوء الاخضر. شوت يا فتحي وزيح اي حد من طريقك. بس ده مش اي حد يا رشا، مش اي حد، ده راشد بيه ابو جرانة ذات نفسه. مبسوط مني يا فتحي؟ الا مبسوط. اسبقيني انتي وما تنسيش تقفلي موبايلك. افلام من دلوقتي وحياتك. هو انت ايه يا جرى؟ جبلة اعمل معاك ايه عشان تحل عن سمايا وتسيبني في حد سبيل؟ لا معروف بينا ينفع ولا خوية تنفع. ايه ليه مصمم تدخلنا في حارة سد وما يبقاش غير يانا ينت على وش الدنيا؟ ليه يا راشد عاوزها توصل للدم يا ابن امي وابويا؟ طيب ايه الدنيا طارت. ايه جالك المؤسسة؟ انا مش عارف يا عمي هو بيعمل كده ليه، مش فاهم. ليه دي يا علي تستحق الكلام كتير قوي. افتكر آن الأوان انك تسمعه. مش بعيد يكون مشوه صورتي عندك ومهيألك اني حاشا لله من اللي بيسرقوا وينهبوا. لا يا عمي، لا مفيش حاجة زي كده ابدا. بس اللي انا مستغرب له انه مش عايز يصدق ان انا كبرت وبقيت مسؤول عن اختياراتي وتصرفاتي. انا مش عيل صغير عشان تتفرض عليا الوصاية من اي حد حتى لو كان ابويا. هو الحاج مصطفى كده طول عمره، وده اساس الخلاف اللي حاصل بينا من زمان. انا عاوز اشوفك واتكلم معاك في موضوع مهم. تحت امرك يا عمي، تحب امتى؟ على طول يا علي، تعالى لي على البيت. طيب يا عمي، هلبس هدومي واجيلك. حاضر سلام. علوش حبيبي، الحمد لله على السلامة. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again. لا هنا في المؤسسة ولا في البيت. أول ما الأستاذ فتحي يظهر خلوه يحصلني على البيت. خليك ورا موبايله لحد ما يفتحه. أنا أشوف إيه حكاية الموبايل اللي قافله ده. ماشي يا فتحي. معقول اللي بتقوله ده يا علي؟ والناس البياعين العتالين سواقين عربيات نقل الخضار والفاكهة القهوجية، سوق بكوس دولة كبيرة يا علي، وطن عاوز شعبها يروح فين؟ يرحل. انت كمان يا حاتم بص للدنيا ماشيه ازاي يا اخي. دول العالم الكبيره كلها هي اللي بتشتغل بنظام الاقتصاد الحر الرأسمالية. حكايه بقى الغلابه دول يعملوا ايه والمليان يكب على الفاضي شغل اشتراكيه، ده اثبت فشله، سقط من حسابات الانسانيه خلاص. والله الكلام ده كبير عليا يا دكتور، يصعب فهمه على امثالي بالبلدي كده وعلى بلاطه. انت ناوي تعمل ايه؟ اللي بيشتغل هو اللي يعمل، والمأنتخين دول لازم يشتغل. لا اله الا الله، ما هم بيشتغلوا يا علي. ولا انت شايف ان البيع والشراء في سوق بكوس انتخه واسترياح؟ الناس دي بتقوم الفجريه ويفضلوا واقفين على رجلهم لاخر النهار، يعني فحت ردم زي ما بيقولوا بالبلدي. ولا انت نسيت البلد يا علي؟ يا حاتم انا لا نسيت ولا اقدر انسى. سوق بكوس دوت اهلي وحته مني وانا حته منه برضه. بس تقدر تقول لي ارض السوق دي كلها بتدخل كام؟ ملاليم. ليه نكسب اقل واحنا ممكن نكسب اكتر؟ على حساب مين؟ هو ده السؤال، ده السؤال اللي لازم تجاوب عليه في الاول. بقول لك يا حاتم، انا دلوقتي نازل ورايح لعمي راشد بيه، تحب تيجي معايا؟ راشد بيه؟
ايوه راشد بيه، ايه اللي بيضحكك قوي يا حاتم؟ سلمنا عليه كتير قوي يا علي، هو هيقول لك انا ضحكت ليه. يا دي وجع الدماغ. انت تاني يا توحه هتشتغليني ولا ايه بقى؟ وغلاوتك يا علي اللي خليك تلف حوالين روحك وتجري ورايا لحد ما رجليك تحفى. قديمه قوي الحركات دي، تعملي نفسك ماشيه قدامي وتتلفتي فجاه وتقولي يا علي رايح فين وجاي منين. حركات قديمه قوي وبلدي. والبلدي يوجا. طب بذمتك يا شيخ شفت الحلاوه دي في البيت بره؟ اي نعم انت حلوه قوي، بس مش كل ما امشي في السوق تطلعي لي وتوقفيني. يلا هي هتقف اهي وتبدا الاسطوانه المشروخه. ايه ده هي بتبص لي بزعل كده ليه؟ ايه ده هتسيبني وتمشي جديده دي؟ امال فين عم سيد حلاله؟ وعليكم السلام. عم سيد مش هنا يا فندم، تحب نبلغه حاجه؟ صباح الخير يا توحه. اهلا يا دكتور. مش قلت لك هتيجي يعني هتيجي؟ يا فندم تحب نبلغه بحاجه ولا انت قاصد كريم؟ لا انا لما اشوفه احاوله بنفسي. صبري مش كده؟ وهتقعد لما تشرب الشاي لحد ما يجي وتشوفه وتقول له، ولا مستعجل تروح مشوارك يا دكتور؟ اصل بصراحه احنا لسه لا مؤاخذه يعني بنسخن الميه. ادخلي بسرعه، ادخلي قبل ما حد يلمعك. خلصي. وغلاوتك يا سي حاتم، وانت عارف غلاوتك عندي ما في مخلوق فيك يسوق بكوس الا واتمنى البتع، انما اعمل ايه في قلبي. ايوه وجع قلبك يا بتاعتع. بقول لك ايه، ادخل المطبخ جهزي لنا لقمه على السريع اللي انا جعان قوي قوي قوي. ايش ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ كولونيا وبتضحك. امال الله، هم عينوك في الجورنان ولا ايه؟ اهم واكتر من كده بكتير يا بتعه. يبقى هتتعين في جورنان من بتوع مصر صح؟ بقول لك اهم، الله اهم واكتر. طب غلب حماري بقى يا سي حاتم، قول بقى. ناكل لقمه الاول وبعد الاكل نبقى نحكي راحتنا يا بتعه. اخيرا فتحت الموبايل يا استاذ. الو، انت فين يا فتحي؟ انا في الجمرك، في مخازن الجمرك، الشبكه لقطه بالعافيه يا راشد بيه. الو سيب اللي في ايدك وتعالى لي حالا. حاضر، اوامرك يا راشد بيه. يا ترى في ايه؟ مالك يا فتحي؟ هو راشد بيه كان عاوز منك ايه؟ لما اروح له هعرف. الله، تروح له وتسيبني؟ شغلي يا روحي. خديلك نفس يا بتعه. تسلم. والناس اللي انت كاتب عنهم دول يا سي حاتم اغنية؟ يعني ستاتهم كده لا مؤاخذة لابسين غوايش دهب ملو دراعاتهم. غوايش ايه بس يا بتعه؟ دول بيلبسوا حاجه تانية اسمها سوليتير، عارفاها يا بتعه؟ عارفاه يا اخويا. الله، لاني جهلة ولا جهلة. مش البتاع اللي عامل زي الازاز ده والحتة اللي قد كده نمنمة يعني ببكاوي تملى شويلة. ايوه يا بتعه، هم الناس دول بقى عندهم الفلوس بالشويلة. طب يا اخويا بدل ما تعديهم وترازي روحك معاهم، مد ايدك واكبش منهم. هم لو عرفوا بالورق اللي معاك ده هيستخسروا فيك 1000 ولا 2000 جنيه. 1000 ولا 2000 مش كتير دول يا بتعه. الورق اللي معايا ده يسوي ملايين، بس عشان تقفل صح لازم تلعب صح صح يا اخويا، وانت تقول حاجة غلط ابدا. ايوه عادي يا علي يا ابني، الحاج مصطفى طول عمره كده مش قادر يفهم ابدا ان الزمن ده له حسابات تانية خالص. جدنا عبد الرحمن ابو جرانة لو كان لسه عايش عمره ما كان هيسيب ارض زي ارض سوق بكوس دي لحبة بياعين ياكلوها ويمصمصوا خيرها. يا عمي انا مش معترض ان البياعين دول يستفيدوا ويكون كمان ليهم دور، انما اللي ينفع منهم، مش كل واحد واخد 10 و20 متر وفاكرهم خلاص بقوا ملكه عشان بيدفع كام جنيه في الشهر. انا في دماغي مشروع كبير يا عمي، مول ضخم، كافيهات، توكيلات عالمية، سوق بجد. يا سلام يا علي يا ابني، بص زي ما تكون بتقرأ أفكاري. شوف كده. ايه الورق ده يا عم؟ دي دراسة عاملاها أكبر الشركات الإنشائية في الشرق الأوسط على منطقة بكوس، وفيها تصميم إنشائي كامل للمول اللي بتتكلم عنه. بجد؟ ده شيء هايل، ده ممكن يوفر لنا شغل كتير جدا. احنا ممكن نبص عليه ممكن ايه بس وازاي؟ ازاي ده يتم طول ما الحاج مصطفى مصدر لنا افكاره دي وماسك في حبال دايبه؟ احنا مالنا ومال ناس مالهمش مكان خالص في مشروعنا ده. تفتكر يا علي يا ابني نضحي ب6-7 مليار جنيه علشانهم؟ 6-7 مليار؟ طبعا
ده غير مستقبلك التجاري على مستوى العالم. المليارات يا ابني عمرها ما تخلف غير مليارات زيها. ادخل. مساء الخير يا راشد بيه. الحمد لله على السلامة يا دكتور علي. قول يا بدار، قولي وصبري قلبي معاك. نصبر يا بدار. الزبون ايده هتتقطع من كتر المنادية عليك. جرائه يا صبري. حاضر يا توحة، حاضر. ايوه جاي.